العصفورة دي قالت لي إنك بتحب تحلي بعد الأكل، وعلى طول نفسك في حاجة مسكرة، وقالت لي كمان إنك مش عارفة تخسي من غير ما تحسي، وعندك بطن سفلية ومش عارفة تعملي إيه. من علامات مقاومة الأنسولين الشره للسكريات والمعجنات والمخبوزات، وخصوصا بعد الأكل. حدقتي عشان تحلي، وبعدين تحدقي عشان تحلي، زيادة وزن بلا أكل وبلا هدف، بطن من تحت، جناب من الجناب، وانت ما كنتيش كده قبل كده. على طول حاسة بتعب، خمول، إرهاق ونوم، تقلبات مزاجية، ونكد في البيت طول الوقت. تبدأي بقى تتعصبي، خد الزبالة معاك وانت نازل، دوخة، مفيش تركيز، بتصحي من النوم عشان تدخلي الحمام، وانت راجعة تفتحي باب التلاجة. يعني ايه بقى يا غالية مقاومة الانسولين عندك عالية؟ حلوة دي. الانسولين ده يا ستي هو عبارة عن هرمون بيمنع السكر من انه يتراكم في الدم. طب ما يتراكم، ما النمل نايم وقايم على سكر وما بيتخنش. ابسطها لك، حضرتك اكلتي فطيرة شوكولاتة متمرمغة في الشوكولاتة والسكر، وده بيعمل زيادة نشويات مع سكريات بالهنا. عادة جسم الإنسان بيحرق السكر ده ويشحن بيه بطارية الطاقة اللي هستخدمها في إن أنا أمارس حياتي العادية، تفكير، حركة، لف ودوران. وهنا يجي دور الأنسولين في إنه يوصل السكر للخلايا اللي بتلف وتدور دي. بس المشكلة إن لو السكر زاد قوي هيحتاج أنسولين أكتر قوي، ومع الوقت الخلايا هيجي لها يوم تتهد وتبطل حوارات بقى، فالسكر يتراكم بره في الدم ومعاه الانسولين ومحدش بيستخدمه. وده بيعمل لي حالة في الجسم اسمها مقاومة انسولين، يعني ما بيأديش وظيفته. فبدل ما يتحرق السكر ويستخدم كشحنة لحفظ التوازن الهرموني، فبيحصل مستويات انسولين عالية بتخلي المبيض يفرز هرمون ذكورة كتير، يعني شعر زيادة، حبوب شباب، تساقط شعر، وفراغات من هنا. ده غير مشاكل التبويض وتأخر الدورة الشهرية. مقاومة انسولين يعني وزنك هيزيد، يعني بطن سفلية، وزيادة الوزن والدهون دي هتخلي الجسم يفرز انسولين اكتر، ودواخين يا لمونة في الدايرة دي مش هتخلص. عشان اتخلص من مقاومة الانسولين والبطن السفلية دي في البيت، امشي على نظام غذائي قليل النشويات، يعني بلاش رز، بلاش مكرونة، بلاش عيش، مخبوزات. نقطع الحلويات زي السكر الأبيض والشوكولاتات والعصائر المحلية والبيبسي حتى لو دايت. تقليل النشويات والسكريات يكبر في جسمك إنه يعتمد على الدهون في الحرق، فيحرق من البطن السفلية. كلي خضار، كلي فاكهة، حبوب كاملة، ألياف، سلطة. اتنين هيفيدك قوي في علاج مقاومة الأنسولين وعلاج التكيسات هو الصيام المتقطع. وقفي أكل من 9 بالليل لغاية 10 الصبح، تشربي مية وسوائل من غير سكر، بس نامي كويس 7 ساعات متواصلين مش مقطعين، لأن انتظام النوم بيقلل هرمون الكورتيزول وبيقل معاه الأنسولين. العب رياضة، أضعف الإيمان اتمشي كل يوم نص ساعة. عندك إيمان قوي انزلي جيم. اشربي مية 10 كوبايات مية في اليوم. أول خطوة وانتي طالعة سلم النجاح تبلي ريقك. معروف مكملات غذائية لا غنى عنها، فيتامين ب 12، مغنيسيوم، كروميوم، عشان الخلايا تعرف تستقبل الأنسولين بشكل أفضل، فالدهون ما تتراكمش. كفاية دهون. تعرف ازاي انك خفيتي يا ست الكل من مقاومة الأنسولين وتكيسات المبايض؟ في خلال 6 شهور من النظام اللي احنا قلنا عليه ده هتلاقي شراهة السكريات قلت، يعني تشوفي شكل كيكة الشوكولاتة الهشة المرتفعة جدا تقرفي. اتنين، لون رقبتك بقى أفتح، محيط البطن بيقل، الدورة الشهرية تنتظم وتبقى فعلا شهرية، الشعر الزايد يقل، حبوب الشباب، العصبية، النرفزة. الخلاصة مقاومة الأنسولين عرض وليست مرض، انذار إنك ممكن لا قدر الله ما تتحكميش فيها ويجيلك سكر. عشان كده العصفورة لما بلغتني بموضوع الحلويات في المتابعة كانت عايزة مصلحتك وبتحبك زي أختها، فكتر ألف خيرها. وافتكر يا ست الكل، كل حاجة بتبدأ من الوعي.